اهلا بيكم في دكتور كيدز. النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم كل ام في اول شهور البيبي وهو الرضاعه الطبيعيه. انا دكتور يوسف استشاري طب الاطفال، والنهارده هنتكلم مع بعض ايه اهم الحاجات اللي محتاج اعرفها عن الرضاعه، ازاي ارضع صح، ايه اوضاع الرضاعه المريحه، ازاي اعرف ان البيبي بتاعي شبع، وامتى اطلب استشاره الطبيب. كل ده هنعرفه سوا النهارده خطوه بخطوه. اولا اوضاع الرضاعه الطبيعيه. خلينا نتفق ان مفيش وضع واحد هو الصح على طول، المهم ان الام تكون مرتاحه وان البيبي يكون بيرضع بدون مجهود ولا الم ولا توتر. وهنا خليني اشرح لك 3 اوضاع شائعه وارد جدا جدا انك تستخدمي ال3 كلهم، كل واحد حسب الموقف بتاعه اللي انت محتاجاه فيه. اولا وضع المهد او الكرادل هولد. هنا الام بتبقى شايله البيبي على دراعها، راسه في ايدها وجسمه مواجه لجسمها. ده مناسب من عمر يوم حتى، وخصوصا لو الرضاعة ماشية تمام. الوضع الثاني وهو وضع الكرة اللي بنسميه فوتبول هولد. هنا البيبي بيبقى على جنب، راسه تحت صدر الام والجسم رايح لورا شوية. مفيد لو الام عاملة قيصرية مثلا، او الثدي كبير، او البيبي صغير قوي. الوضع الثالث وهو الوضع المستلقي او السايد لاينج. هنا الام نايمة على جنب والبيبي كمان. ده مفيد بالليل او بعد الولادة لما تكون الام تعبانة. زي ما انتوا شفتوا مفيش وضع واحد هو اللي نقدر نعتبره الصح على طول، ولكن مهم جدا نفهم ان كل وضع من دول لو الام استعملته صح هيبقى وضع مفيد ومناسب في الموقف اللي انت محتاجاه فيه، ولكن لو ما استعملناهوش صح ممكن يسبب ضرر ليكي وضرر للطفل. تعالي هنا بقى اقول لك على نصيحة مهمة لكل وضع من دول عشان لما تحتاجيه تعمليه صح. وضع المهد اللي احنا اتكلمنا عليه انه اول واحد، وده عموما هو الاكثر شيوعا، يعني ده برضو مناسب قوي للامهات الجداد وسهل في الاماكن العامة. هنا مهم جدا انك تتأكدي انك ساندة راس الطفل كويس وان جسمه مواجه لجسمك تماما. وضع الكرة اللي احنا قلنا انه ممكن يبقى مفيد بعد الولادة القيصرية او للام اللي عندها ثدي كبير او للبيبي الصغير. ده مهم جدا اننا نستخدم فيه وسادة دعم زي مخدة صغيرة تسند البيبي ونخلي رقبة الطفل في خط مستقيم. الوضع المستلقي وده امهات كتير بتلجأ له، قلنا لانه مريح بالليل ومناسب بعد الولادة او في حالة التعب. مهم جدا ان احنا نتأكد من حاجتين: الامان بتاع المكان اللي فيه البيبي، وان الام تحاول ما تنامش اثناء الرضاعة لان ممكن يسبب خطر على البيبي. طيب يا دكتور، ايا كان الوضع اللي انا بستخدمه ده، هل في حاجة اقدر اتأكد بيها ان الوضعية دي سليمة، زي تشيك ليست كده، قايمة اتأكد بيها ان الدنيا ماشية تمام وان الوضع ده انا بعمله بشكل صح؟ بصي على العلامات دي. لو الشفة السفلى بتاعت البيبي مقلوبة لبره، لو في جزء كبير من الهالة اللي حوالين الحلمة داخل فم الطفل مش الحلمة بس، لو في صوت بلع خفيف اثناء الرضاعة، لو مع الوقت ما ظهرش عندك ولا ألم ولا تشققات، لو البيبي بيخلص ويهدى بعديها ولا بيعيط ولا بيبقى شكله متوتر ولا مقريف. طب يا دكتور، انا الحمد لله اتأكدت ان الاوضاع دي كلها انا عارفاها، واتأكدت ان العلامات دي انا عرفتها عشان اعرف الوضع انا بستعمله كويس ولا لا. امتى اعرف ان البيبي شبع؟ بص يا ستي معايا على العلامات دي. لو البيبي ساب الثدي لوحده، لو البيبي زي ما قلنا شكله هادي ومرتاح بعد الرضاعة، لو جسمه بقى مرخي مش مشدود، لو بيعمل بول من 5 ل6 مرات في اليوم، يعني بتحتاج تغيري الحفاضة بعد ما تتبل في عدد المرات ده، لو بتتابعي وزنه في البيت او عند الدكتور ولقيتي وزنه بيزيد بانتظام. طيب امتى اطلب استشارة طبية، سواء استشارة من طبيب الاطفال او من متخصصة رضاعة طبيعية؟ لو في أثناء الرضاعة ألم شديد في الحلمة أو مع التكرار ابتدى يظهر تشققات حواليها، لو انت حاسة ان البيبي مش شبعان بعد الرضعة، مش بينام كويس، على طول بيعيط ومتوتر ومقريف، أو مع الوقت وزنه مش بيزيد، لو الرضاعة بتاخد وقت طويل جدا، أو الأم حاسة ان اللبن عندها قليل أو أكتر من المعتاد، لو الطفل بينام كتير جدا أثناء الرضاعة من غير ما تحس انه رضع كويس.
في النهاية عايز اطمنك، الرضاعة تبان رحلة مش سهلة، ولكن مع الوقت هتبقى اسهل وهتبقى اجمل. ولو حسيتي ان انت محتاجة دعم ما تتأخريش وما تتردديش، في ناس كتير تقدر تساعدك. ولو الحلقة عجبتك ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتشاركيها مع ام جديدة تانية انت تعرفيها، واكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر وضع رضاعة كان مريح ليكي. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم على خير.